اخر جوله على بالنسبه لدور المجموعات 1-0. شوفوا النهائي فوز امام كوريا الجنوبيه ب 4-0 والخروج امام منتخب كرواتيا بالدور ربع النهائي. والكره الان لفائده المنتخب الوطني المغربي نيف اكارد على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي تقريبا. سنتابع هذه الكره الثابته اشرف حكيمي وحكيم زياش. حكيم زياش كيرفع الكره فرصه 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 وخروج الحارس خروج ويفرتون. رجع كره مره اخرى لفينيسيوس جونيور. الاعتماد دائما على اللاعب فينيسيوس من اجل قياده الهجوم. مره اخرى فينيسيوس جونيور كيمرر في الجهه اليسرى عند لوكاس تولنتينو. خطيره فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي. كره مشات فوق المرمى. ابرز محاوله لفائده المنتخب البرازيلي. سنتابع هذه المحاوله التمريره. كان هناك وضعيه تسلل تدخل كذلك خروج موفق وخروج جيد للحالي لاشرف حكيمي. يمرر لحكيم عز الدين أولاحي. حكيم زياش تمريره ممتازه. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. يوسف الصيري فرصه 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 مرات جانبا. فرصة الهدف مرات جانبا. لاحظوا تمريره والقراءة الممتازة لمساحة الملعب. نصير مزراوي اختار الكرة بالصدر يسدد. كرة ما مشاتش بعيد من القائم الايسر لمرمى الحارس ويفرتون. ابرز فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي اللي كان قريب من تحقيق اولى اهداف هذه المباراة. لاحظوا نصير طريقة ممتازة و9 سنتيمترات مرات على القائم الايسر لمرمى الحارس ويفرتون. اذا محاوله كانت شاده للتسجيل بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي بواسطه نصير المزراوي اللاعب اللي كنعرفوا امكانياته الكبيره. كذلك ازدواج يلعب بصوره ادوار خطيره 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 ولابد من ابعاد الكره. ياسين بونو ديكولا. ونتابع التمريره الخاطئه كالبحث عن نصير المزراوي لحسن الحظ بان العوده ديال ياسين بونو امام اللاعب رودريغو على مستوى امتلاك الكره. امامنا الارقام 51% للمنتخب الوطني المغربي. كره طويله اشرف حكيمي. خروج ياسين بونو. خروج خاطئ والهدف. خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي. في الوقت اللي هناك وضعيه تسلل. اذا هناك وضعيه تسلل. هناك وضعيه تسلل في الوقت اللي الحكم كيطلب من اللاعبين البرازيليين انه ينتظروا في انتظار متابعه اللقطه ومتابعه الصوره. ياسين بونو مره اخرى. خروج ما كانش بشكل جيد. لاحظوا هو لو خرج باش انه يدخل ويبعد الكره وسط الكره اللي فينيسيوس جونيور اللي وضع الكره في الشباك مهم وقوي بالنسبه للعناصر الوطنيه. اذا هناك تسلل. اذا هناك وضعيه تسلل وهناك خطا للمنتخب الوطني المغربي وبالتالي الغاء الهدف ديال فينيسيوس جونيور. كان متابع تعتبر واحد من افضل الحراس على مستوى العالم. تابع المحاوله حكيم زياش. هناك خطا. كان هناك تدخل محاوله بلال الخنوس ولكن استرجاع الكره من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. تابع المحاوله بوفال. فرصه بوفال. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه سفيان بوفال. يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى الكرة بشكل ممتاز. انطلاقة كان تمريرة كان خطأ على مستوى التمرير بلال الخنوس ثم استرجاع الكرة. لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي. تمريرة ممتازة ثم خطأت الكرة لسفيان بوفال. ما زاد مرقص وضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الجمالية واللي خلى ما كاين اي ردة فعل لويفرتون. تابعوا هذه المحاولة. سفيان بوفال يضع الكرة في الشباك وفرحة كبيرة للاعبين المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد سفيان بوفال اختار الكرة بشكل ممتاز ولأنه كان عاطي الحارس المرمى في الصدر الظهر عفوا فما تمكنش ويفرتون من ابعاد الكرة. نقول بانه شبيه ما نتابعه بالبرازيل ولكن التيموبيا هو اكثر لانه الحدث منخفض النظير وكنعرفوا الشغف ديال الجمهور المغربي. هذه فرصه خطيره وتحقق المرمى. حسن الحظ تسديده للاعب كذلك من اللاعبين
اللي كتلقى اشاده كل كيتذكرها من مدرب اسمه لويس انريكي. مشات كره في الجهه اليمنى، يوسف النصيري مشى دائما على مستوى الجهه اليمنى، امكانيه التدريب يوسف النصيري شنو يعمل؟ يوسف النصيري تمريره، فرصه حكيم زياش، فرصه الهدف. حكيم زياش كان بامكانه يضيف هدف ثاني بعد عمل كبير ديال يوسف النصيري على المستوى الجهه اليمنى. لاحظوا الانطلاقه، مرر مشات الكره بشكل ممتاز، واحد التمريره من سفيان بوفال لحكيم القائم الايمن لمرمى الحارس ويفرتون. عز الدين أناحي لسفيان بوفال، المنتخب الوطني المغربي قائم جوله اولى مثاليه. فرصه اخرى لفائده المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أناحي يسدد في الوقت اللي المطالبه بان هناك لمس على الكره، وبالتالي نتابعوا من جديد. عز الدين أناحي خدا الكره، سدد، اعتقد انه بالفعل مشات الكره لاعبه ميليتاو. غادي نتابعوها من زاويه اخرى. عز الدين أناحي سدد الكره بالفعل وتغيير المسار ديالها المنتخب البرازيلي. رفعت الكره، تدخل ممتاز لسفيان امرابط. سفيان بوفال كيبعد الكره ليوسف النصيري. كان هناك تغطيه طرف لاعب اليكس فينيسيوس جونيور، كانت خطيره، اداء تسديده مشات فوق المرمى. فينيسيوس جونيور يسدد مباشره للمرمى. لاحظوا بانه كان شيء ما تقدم ديال ياسين بونو، يسدد بكل قوه، ولو ان اعتقد بانه النيه ديال فينيسيوس جونيور كان هي رفع الكره، انه يرفع الكره يبحث عن القائم الثاني. تواجد رودريغو كان قد المنتخب المغربي بامكانه تشكل خطوره. عز الدين أناحي مشات كره في الجهه اليمنى عند حكيم زياش، غادي يعمل حكيم زياش فرصه وممتازه من عز الدين أناحي، غادي يعمل عز الدين أناحي تمريره، فرصه سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد، وبالتالي كتضيع محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. في الوقت اللي كانت تدخل سفيان امرابط الحكم كيعلن خطا هجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش حاول يرفع الكره، ولكن كانت العوده وكذلك التدخل ديال اليكس نيكولاو. اذا في هذا الاثناء حكم المباراه يعلن على نهايه الشوط الاول بتقدم المنتخب الوطني المغربي بهدف لا شيء، هدف سفيان بوفال اللي كيعطي التقدم للعناصر الوطنيه في انتظار جوله ثانيه ان شاء الله تكون فيها الثالثه في المنافسات المجموعه 11. بالتالي استعداد كذلك لهذا الحدث القاري ان المنتخب الوطني المغربي دخل في اللاعبين ديال المنتخب المغربي في الوقت الثامن عشر. حكيمي انطلاقه من الجهه اليمنى، فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي مره اخرى. اشرف حكيمي حاول يمرر، تسديده قويه لحكيم زياش. قلت بان وليد ياكد بانه ما خاصش تكون مجازفه والمخاطره امام لاعبين كبار، لكن هذا تدخل ممتاز ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو بعد تسديده قويه لرودريغو في الوقت اللي قلت بان المنتخب البرازيلي اللي عنده لاعبين عندهم امكانيات كتجي ردة الفعل ديال ياسين بونو امام رودريغو. لاحظوا تدخل ممتاز، خذا الكره بشكل ممتاز. مرة اخرى تعود لفائدة المنتخب الوطني المغربي. صراحة العناصر الوطنية لعبة بدون مركب نقص يوسف النصيري يسدد الكره كتضرب في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصة عز الدين أناحي وتدخل الحارس يبحث على الجهه اليمنى بالفعل عند اللاعب ايمرسون داخل منطقه الجزاء. محاوله خطيره، تدخل الدفاع دائما، فرصه تدخل وابعاد الكره ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد ستة لاعبين برازيليين داخل منطقه الجزاء. كانت كره راسيه خطيره على بدون ابعاد الكره، ممتاز نايف اكرت لانه كان هناك تمريره وتدخل ممتاز للعميد غانم سيس الذي يتدخل ويبعد الكره في الوقت اللي مشات الكره لدوس سانتوس اللي دخل منذ قليل. كانت المطالبه بخطا بلمسه يد في الوقت اللي استرجع الكره امام يوسف النصيري، خطيره وهدف تعادل لفائده المنتخب البرازيلي. هدف بواسطه العميد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه نتيجه هذه المباراه. سنتابع مره اخرى، كان خطا لمستوى التمرير، استرجاع الكره من طرف لوكاس، تسديده طرف اللاعب والعميد كاسيميرو اللي كيوضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. اذا كاسيميرو كارلوس لاعب فريق طبعا كره داخل منطقه الجزاء. فرصه نصير مزراوي، امكانيه التمرير داخل منطقه الجزاء. رفعت كره، فرصه راسيه
كانت الرأسية والمحاولة الأخرى. يحيى اعتقال مع كرة، فرصة هدف، هدف ثاني لفريق المنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني بواسطة اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري. ورقة رابحة، من حقك تفرح، من حقنا الجميع نفرحوا. تعانق الشباك الحارس ويفرتون، والمنتخب الوطني المغربي يتمكن من انه ينتزع مرة اخرى تقدم امام منتخب البرازيل. تابعوا المحاولة، قطعت الكرة في البداية للاعب وليد جديرة، ولكن عبد الحميد الصابري هو من تمكن من التسديد. قوة لعبد الوقت لتغيير اخر، خروج ايمرسون ودخول اللاعب ارتور سواريز، والمتميز امام منتخب السينيساو. اذا نهاية المباراة بفوز مستحق للمنتخب الوطني المغربي امام المنتخب البرازيلي بهدفين لهدف واحد، هدفي سفيان بوفال وعبد الحميد الصابري خلال الجولة الثانية. في الوقت كاسيميرو سجل الهدف الوحيد للمنتخب البرازيلي. فرحة